5 حاجات هتغير حياة طفلك لو التزمت بيهم لمدة سنة كاملة. وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفيد، ما توقفوش المعلومة عندكم وعرفوا غيركم وشاركونا في ثواب نشر العلم. ولو أول مرة تشوفوني فأنا دكتور حسام وبقدم معلومات طبية خاصة بطب الأطفال. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة أو تعملوا فولو على حسب بتتابعونا منين. يلا بينا. رقم 1، عايزك تقولي لطفلك كلمات جميلة زي كلمة أنا بحبك، وكلمة أنت أهم حد في حياتي، وكلمة أنا مبسوطة طول ما أنت مبسوط. ما تتخيليش الكلمات الجميلة دي لما بتقع على سمع طفلك يوميا بتعمل في جسمه إيه. خليني أقولك إن الكلام الجميل ده لما طفلك بيسمعه منك يوميا فده بيحفز إفراز هرمونات الأكسيتوسين والإندورفينز في جسم طفلك، وإفراز الهرمونات دي في جسم الطفل بيخلي الطفل يحس بالانتماء والأمان، ويحس كمان بالمحبة، ويحس بالاحتواء، وكمان بيعزز الروابط بينك وبين طفلك وبيقلل إحساس طفلك بالتوتر. ومن ناحية تاني الكلمات الجميلة دي بتخلي طفلك يحس بالثقة في نفسه، ويحس إن هو متقبل من الناس حواليه في المجتمع، وبالتالي ده بيشجعه يكون علاقات صحية مع الناس حواليه ومع الأطفال حواليه. إن أنا كطفل حاسس إن أنا شخص مقبول في المجتمع، فده بدوره هيخليني اخد الستيب وابدا اكون العلاقات مع الناس. وفوق كل اللي قلناه الكلمات الجميله دي بتشحن طفلك بالطاقه الايجابيه وبتطلع منه المشاعر السلبيه. تخيلت كلمه بحبك بتعمل ايه في طفلك؟ رقم 2، حاولي تدخلي الثلاث اصناف اللي هقولك عليهم دلوقتي في نظام طفلك الغذائي باي شكل ممكن. الاصناف دي هي البروكولي والافوكادو واللوز. وليه الثلاث اصناف دول بالذات؟ لان الاصناف دي تاثيرها مرعب على نمو المخ بتاع طفلك والجهاز العصبي كمان، وده لانها مصادر غنيه بالدهون الصحيه ومصادر غنيه كمان بالاوميجا 3، والحاجتين دول مهمين جدا لنمو المخ ونمو الجهاز العصبي عند طفلك. فحاولي باي شكل تدخلي الحاجات دي في نظام طفلك الغذائي من اتمام الشهر السادس. عندنا حاجه زي البروكولي بنسلق البروكولي ونقدمه، عندنا حاجه زي الافوكادو بنقطع حته من الافوكادو ونهرسها بالمعلقه ونقدمها، وعندنا حاجة زي اللوز بنطحن كمية من اللوز ونضيفها على أكل الطفل. رقم 3، عايزك تقعدي طفلك قدام الشاشات أقل وقت ممكن، وعايزك كمان تدخلي طفلك ينام يوميا بحد أقصى الساعة 9 أو 10 مساء بالكتير قوي. وليه بقولك نيمي طفلك بدري؟ لأن ببساطة هرمون النمو أو الجروث هرمون بيفرز في جسم طفلك في أعلى مستوياته في الفترة ما قبل منتصف الليل من الساعة 10 للساعة 12، والهرمون ده بيفرز في النوم بالذات في مرحلة النوم العميق اللي طفلك غالبا بيدخلها كده بعد ساعة الا ربع من نومه. وطبعا هرمون النمو هو الهرمون المسؤول عن نمو الطفل وزيادة طوله، وده للأسف على المدى البعيد تأثيره سلبي على نمو طفلك. طفلك ممكن ما يوصلش لأقصى طول كان هيوصل له بسبب العادة السيئة بتاعة النوم المتأخر. وخلينا أضيف لك إن موضوع الطول مرتبط بالجينات، يعني الطفل القصير لو نام بدري ده مش معناه ان هو هيبقى طفل طويل، لا احنا بنقول هيوصل لاقصى طول كان المفروض يوصل له بالنسبه لجيناته. يعني لو قلنا مثلا ان الطفل القصير ده اقصى حاجه كان المفروض يوصل لها عند البلوغ هو 150 سم، فعاده النوم المتاخر دي ممكن ما تخلوش يوصل لكده، ممكن طفلك ده يقفل عند 145 سم مثلا. فيا ريت تنيمي طفلك يوميا بحد اقصى الساعه 9 او 10 مساء. رقم 4، عايزك تخرجي طفلك اسبوعيا من مرتين ل3 مرات ضروري جدا. ولما اقول لك خرجي طفلك فانا عايزك تخرجيه لمكان مفتوح، مكان فيه زرع وفيه سماء وفيه شمس، مش مكان مقفول زي الكافيه. خليني اقول لك ان طفلك يخرج لمكان مفتوح ويقعد يجري فيه، فده هيخلي طفلك يطلع كل الطاقة السلبية اللي جواه، وهيخلصوا من العنف والتكسير اللي عمله لكم في البيت والبلاوي الزرقاء اللي شغال يعملها في البيت. الطاقة المكبوتة دي هتطلع لما يخرج بره. وخليني اقولك ان الطفل كده كده بطبيعته بيحب الاستكشاف، ما بيحبش يقعد في مكان مقفول. فطبيعي لما تقفلي على طفلك في البيت هتلاقيه بيقعد يخرب هنا وهنا ويجرب دي ويجرب دي. وكمان قفلتك على طفلك في البيت وقعدته كتير قدام الشاشات بتدمر عقل الطفل. فرجاء رجاء خرجوا اطفالكم اسبوعيا من مرتين ل3 مرات. رقم 5، لازم تهتمي بمناعة طفلك وده بصور متعددة، منها انك تديله الفيتامينات والمعادن المناسبه لعمره. عندنا حاجه مثلا زي فيتامين دي او فيتامين د، وده بنديه للطفل من اول يوم بعد الولاده. السنه الاولى طفلك بياخد 400 وحده دوليه مره يوميا، والسنه الثانيه والثالثه بياخد 600 وحده دوليه مره يوميا. وعندنا حاجه كمان زي الحديد، وده بنديه للطفل كجرعه وقائيه من الشهر الخامس لغايه السنه لو طفلنا ده بيرضع رضاعة طبيعية. وكمان بنقدمه أول 3 شهور من كل سنة من السنة التانية لغاية سن ال 12 سنة كجرعات وقائية برضه،
وده كله عشان طفلك ما يحصلهوش انيميا نقص الحديد. وكمان عندنا حاجه ثالثه زي فيتامين ايه او فيتامين الف، وده بنقدمه للطفل كده على 6 شهور وعند السنه، وكل 6 شهور لغايه الطفل ما يكمل 5 سنوات. فالفيتامينات والمعادن دي مهمه جدا لمناعه طفلك. عايزك كمان تاكلي طفلك اكل صحي من البيت، بلاش ارجوكي تعتمدي على الاكل بتاع السوبر ماركت، بلاش الشيبسي والاندومي والكيكه والبسكوته وكل الحاجات اللي مليانه بلاوي زرقاء اللي بندخلها في بطن طفلنا. حاولي تعملي الحاجات دي في البيت وتقدميها لطفلك بطرق صحيه، ويا ريت تقللي السكر الابيض وتقللي العصاير المعلبه والحاجات اللي فيها سكر كتير. السكر مضر جدا للطفل وبيضعف مناعته. يعني مثلا ممكن تستبدلي السكر ده بالعسل الابيض وتقدميه من بعد اتمام السنه لطفلك. عايزك كمان تهتمي بالميه، شرب الميه بالنسبه للطفل مهم جدا. الطفل في الحر اللي احنا فيه ممكن ينشغل باللعب وما يفتكرش الميه، ودور حضرتك كأم انك تعرضي عليه الميه من وقت للتاني. واياكي ثم اياكي تدي طفلك مضاد حيوي كده من نفسك مع كل دور. والله المضاد الحيوي ده مش دواء سخونه، ما ينفعش نديه من نفسنا. وكون حضرتك بتدي مضاد حيوي من نفسك كده على الفاضي والمليان، فانت بتدمري مناعه طفلك. صدقيني ان دكتورك يشوف طفلك ده افضل كتير من انك تتصرفي من نفسك. واخيرا وليس اخيرا، عايزك تهتمي بانك تدي طفلك التطعيمات الاضافيه اللي بتحمي طفلك من حاجات كتير زي الالتهاب الرئوي والنزلات المعويه والالتهاب السحائي وغيره وغيره. وكمان عايزك تعملي زيارات دوريه لدكتور الاطفال حتى لو طفلك مش تعبان. تابعي نمو طفلك، شوفي طوله وشوفي وزنه وشوفي محيط راسه وشوفي الحاجات الخاصة بنموه. مش لازم تزوري دكتور الأطفال عند تعب طفلك بس. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا. ما توقفوش المعلومة عندكم وعرفوا غيركم بيها. سلام.